احتفالات كريستيانو رونالدو دي علامة مسجلة، الكل بيقلدها سواء معجبين أو حتى منافسين. بس الغريب إن حتى أكبر منافس ليه ميسي قلده مرة. خليكم معانا عشان نعرف إزاي ده حصل. يلا بينا نبدأ باللاعبين اللي قلدوه من باب الإعجاب والتقدير، ونبدأ على طول برقم 10 كيليان مبابي، معروف طبعا إنه من عشاق رونالدو ومثله الأعلى. في 2018 مبابي كان بيتعرض لانتقادات كتير، فلما سجل عمل الحركة دي عشان يسكت الكل. نيجي للي بعده، خليفة رونالدو في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وده كمان من أكبر المعجبين بالدون. فيني اختار توقيت مثالي، عمل احتفال السيو ورونالدو نفسه كان حاضر في المدرجات بيتفرج. بس يمكن أكبر واحد متأثر بيه هو أليخاندرو جارناتشو. الولد ده بيقلد رونالدو في كل حاجة تقريباً، لدرجة إنه استأذن من رونالدو نفسه عشان يقلد احتفال راحة الباد في ماتش كانوا الاتنين فيه. وطبعاً القائمة لسه فيها ناس تانية زي رودريجو في مدريد وزميله في اليونايتد ماركوس راشفورد. بس هنا بقى الموضوع بياخد منحنى تاني، مش كل اللي بيقلدوا بيبقوا معجبين، فيه اللي بيعملها عشان يستفز. والمثال الواضح هو عثمان بوكاري، لاعب غانا في ماتش مصيري ضد البرتغال في كأس العالم 2022. بوكاري لما سجل بدل ما ياخد الكورة ويجري وقف واحتفل بنفس طريقة رونالدو عشان يستفزه. وفي مواقف أغرب كمان زي سيسينيا اللي قلده في وشه وبعدها راح يطلب التيشيرت، أو جيمس ووردز براوس اللي عملها ومحدش فاهم ليه. الفكرة هنا إن التقليد ممكن يوصل حتى لأكبر الخصوم وأشرس المنافسات في الكورة. وده بقى يودينا للمركز الأول والاسم اللي محدش هيتوقعه أبداً في القايمة دي. بالظبط، ليونيل ميسي قلد احتفال رونالدو، بس القصة وراها كانت شخصية قوي. الحكاية بدأت في كاس العالم 2022 لما المدرب الهولندي لويس فان خال انتقد ميسي جامد قبل ماتشهم. فبعد ما سجل ضربة الجزاء راح قدام فانجال وقلد احتفال رونالدو القديم كرسالة مباشرة ليه. هل ده يثبت إن الأسطورتين دول في النهاية شبه بعض أكتر من التصور؟ الاتنين استخدموا نفس السلاح عشان يسكتوا اللي بينتقدوهم.